الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفيديو فيه تفسير سورة الكوثر بالدارجة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الخير الكثير، والمعنى أن الله عز وجل أعطى محمد عليه الصلاة والسلام الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة، مثل النهر العظيم اللي في الجنة، وأيضا الحوض المورود اللي الماء ديالو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا الحوض غيشرب منه المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ومن الخير اللي أعطاه الله أيضا في الآخرة المقام المحمود والشفاعة العظمى. فالناس يوم القيامة غادي يعيشوا الكرب والغم، وكيطلبوا الشفاعة من آدم، ثم من إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم الصلاة والسلام، فيمتنعون. وفي الأخير غيشفع عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الخير الكثير اللي أعطى الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلي. يعني هذه الخمسة تعطوا لمحمد خاصة. نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني الرسول في الحرب العدو ديالو كيعيش الرعب قبل ما يوصل ليه مسيرة شهر ديال القافلة، وهي مسافة طويلة. وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، بحال المسافر مثلا. وأعطيت الشفاعة، وهي اللي ذكرت لكم من قبل. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فبما أن الرسول تبعث للناس كلهم ماشي غير القوم ديالو العرب، فبالتالي غادي يكون أكثر الأنبياء اتباعا، والرسول عنده أجر من كل واحد من الأمة ديالو اللي هي أكثر الأمة عددا، وهذا كله من الخير الكثير. فصل لربك وانحر، بمعنى كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة، ومنه ذلك النهر في الجنة، فأخلص صلاتك لربك ونحرك، يعني الذبيحة خاصة تكون لله عز وجل. فالصلاة عبادة خاصة تكون لله، وكذلك الذبح أيضا عبادة خاصة يكون لله. ولمزيد من التفصيل، فالإنسان إلا ذبح إكراما للضيف أو عنده شي عرس مثلا، فهذا يقدر يكون واجب أو مستحب. ومثلا إلا ذبح من أجل التجارة أو الاستمتاع بالأكل، فهذا أيضا الأصل فيه الإباحة. أما إلا كيذبح الأموات أو الجن مثلا، والنية والقصد ديالو هو تعظيم المذبوح له، يعني تعظيم هذا الميت، والتذلل له والتقرب إليه، فهذا هو الشرك الأكبر. لأن العبادة فيها المعنى ديال التعظيم والتذلل والمحبة لله عز وجل. وهذو هما اللي قال عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. يعني الذبح الذي يراد به التعظيم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. إن شانئك هو الأبتر. الشنآن هو البغض، شانئك يعني مبغضك، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني واخا كتبغضوا وكتكرهوا هذا القوم، تعاملوا معهم بالعدل. والأبتر من بطر يعني قطع، الأبتر هو الأقطع، يعني منقطع من كل خير. فلما مات ابن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو القاسم، قالوا الناس ديال قريش: محمد أبتر، يعني ما عندوش الولد، يعني ما عندوش أولاد من الذكور، يعني مقطوع النسل. فبين الله عز وجل أن مبغض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأبتر حقيقة، مقطوع من كل خير ومن كل بركة. وكذلك من أبغض شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو قد خرج عن الدين. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أما اللي عنده اللي جاتو بعض العبادات مثل الصلاة أو الزكاة جاتو ثقيلة، استثقلها مع عدم الكراهة، فهذا لا يكفر، ولكن في خصلة من خصال النفاق. الخلاصة أن الله ذكر في هذه السورة النعمة ديالو على الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أعطاه الخير الكثير،
وفيها الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل مثل الصلاة والذبح. ثم بين لنا أن من أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو شيئا من شريعته فلا خير فيه ولا بركة، نسأل الله السلامة والعافية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.